اول مره اتعصب على مريض عندي في العياده لدرجه ان انا قلعت الجلوفز وقمت رمياها على اليونت وقعدت بقى اتناقش معاها وما كنتش عاوزه اشتغل لها وهي حست. وبعد ما خلصت الكشف قامت واخدت بعضها ومشيت وانا عماله دلوقتي بفرك الف حوالين نفسي عشان مش قادره اقعد على المكتب. في مريضه سودانيه، هي وابنها عنده تقريبا 26 سنه، ابنها مش كبير عندها 41 سنه. فبتقول لي انا عايزه اخلع السنه دي وعايزه اخلع السنه دي، وعماله تقول لي ايه التشخيص اللي عندها مضايقها يعني قبل ما تقعد. فقلت لها طيب اقعدي اكشفي الاول، بناخد شكوى المريض الاساسيه هو متضايق من ايه وكده. فقالت لي اصل انا من ساعه لما جيت مصر وانتوا الميه عندكم والحاجات عندكم مش حلوه فاسناني باظت. فانا قمت قايله لها ايه العلاقه انك جيتي مصر بالميه بالاكل بالحاجات دي فان اسنانك باظت؟ ملهاش اي علاقه خالص. فقامت قالت لي لا واحنا في السودان ما كانتش اسناننا كده. بالامانه بدون اي تنمر او اي حاجه، كنت لسه لذيذه واخده الامور اللي هو ايه هرد عليكي بس بالذوق وبتاع. فقمت قايله لها انت لو كنتي في السودان ما كنتيش تلحقي تشوفي اسنانك بايظه ولا لا، لان هي يعني في حرب. عايزه بس احط نوت في نص الكلام ان هي في مستوصف خيري كمان عامل للسودانيين ديسكاونت بتاع 30%. يعني مش بس مصر قوياها وحامياها، مصر مديالها خير شبابها يشتغلوا لها حرفيا برخص التراب ببلاش. الست ربنا يكرمها يا رب اللي بتساعدني في الشغل وبتقدم لي الحاجه وانا قاعده ما بتاخدش الديسكاونت اللي الست دي بتاخده وهي جايه. فقالت لي اصل الميه اصل الاكل. فبدات افهمها ان ده ملوش علاقه وانك مالكيش حق تقولي كده وان مصر ومش مصر. فابنها كان قاعد فبقول له انت يرضيك اللي مامتك بتقوله؟ قام رد عليا رد انا مش فاهمه الناس دي بتفكر ازاي. قال لي معلش اصل هي عارفه انك قبطيه فبتتكلم براحتها. قلت له لا 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 لا، ايه علاقه ان انا قبطيه؟ قال لي اصل احنا عارفين ان الاقباط ما بيحبوش مصر. فقلت له طيب مبدئيا كلمه اقباط دي يعني مصريين، فانت كويس انك ضمنتني من وسط الاقباط او المصريين، ما طلعتنيش لوحدي عنصرتني ان انا ايه مش مصريه. يعني انا الحمد لله مصريه شبه زيهم. ثانيا مين قالك ان المصريين ما بيحبوش مصر؟ ده احنا بنعشق تراب مصر، دي ارضها دي اللي ياما اتسفك عليها دم اخواتنا اذا كان مسيحيين او مسلمين، اذا كان بسبب اضطهاد مسيحيين او بسبب حروب. قال لي ما هو علشان كده انتوا دايما بتتعرضوا لاضطهاد وعنصره من المسلمين فبتحبوش مصر وهم مسلمين. يعني اللي بيتكلم ومامته مسلمين. يا حبيبي احنا لو عندنا ربع عشر العنصره اللي عندكم في السودان كان زمان مصر دي مقسومه 30 حته. لكن لما بيجي حد من بره خاين ايا جاب بقى جماعته يحاول انه يوقع ما بيننا وما بين المسلمين، بتلاقي المسلمين واقفينه قبل المسيحيين. مصر اللي انت بتتكلم عليها دي ورصت له، قمت قال على اللفظ بقى حطاه ورصت له، مسكته هو ومامته وقعدت فهمته ايه مصر. لما الولد اتخض من رد الفعل ايه لا 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 احنا ما نقصدش حاجه، احنا بس هي بتهزر معاكي، واخدوا بعضهم ومشوا. انا المفروض كدكتوره افصل ما بين انا بتعامل مع مين، ما اقولش اللي قدامي ده ارهابي اخواني ايا كان صفته جماعته اتجاهاته. انا بشتغل لانسان ايا كان هو ايه، ولكن الانسان هيجي على بيتي واهلي ويتكلم عن مصر ويطلعنا لا 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 لا, لا ما قدرتش استحمل. وهم لو ما كانوش مشيوا انا ما كنتش اقدر امشيهم العياده. بس ما يعني انا مش عارفه ايه التصرف كان ممكن اخده في موقف شبه ده بصراحه.